اهي. ايه دي يا امل؟ شطه حمرا ماليه السوق. شوفوا الجمال، تفاح يا ناس دي ولا ايه بالظبط؟ هي دي اوانها. ما بفكرك اهو، هتوفروا هتشيلوه في الفريزر عندكم، بتفضل عندي من السنه للسنه، وساعات في سنه ما بجيبش بتبقى عندي. هنعمل بيها حاجات كتير. اول حاجه هنقطع القمع ده كده، واحاول اطلع البذر منه كده. انا لابسه جوانتي بقى عشان ايه ما تحرقنيش، نسيت البس في الايد التانية، هلبس لها وارجع اكمل. بصوا اهي، انا عادي كنت بعملها بالبذور، بس قالوا البذور ايه بتتعب القولون. ماشي، هطلع البذور منها كده اهي، وعلى الكبه على المفرمه وتتفرم. يعني نعملها هريسه شطه، يعني نعملها شطه مفرومه. مخلي البتنجان هنحشي. زيتون لما يطلع في اوان وهاخد منها معلقه، مفيده على الاكل. بحط منها برضو على الطبيخ. الشطه ده وقتها واوانها. لازم تبقى عندك، لازما عندك في تلاجتك، مفيده ومهمه طول السنه هتلاقوها. هعملها كده تاني، اطلع البذور منها وارجع لكم واحنا بنفرمها. شو بقى الشطه لما جيت اعملها واطلع البذور لقيت حاجه فله كده. كويس قوي ان انا طلعتها، كل ده كان هيتفرم معاه. انما لو لقيتوه بلدي ما فيهوش الحته دي، في بذور بسيطه عادي فرموها بالبذور. انما الفله دي انا طلعتها كاوتش، هتعمل ميه وهتخضر وتغير طعم الشطه. ماشي. شوفوا بقى الكنز اللي عندي اهو، فرمته وزودته ملح. الكيلو بياخد له معلقتين. هي دي ماده الحفظ بتاعته، هو دي الطريقه اللي انا بحفظها فيها. وكمان شلت منها بقرون سليمه، هعملها هوت صوص مع بعض وهنشوفوها ازاي. وكمان شلت منها الصغننه، هشيلها في الفريزر في علبه كده، مش هيجرى لها اي حاجه. حبيت اعمل برطمانات تونه في البيت زي ما بعمل سردين مغربي، ما يكونش عندي شطه حراقه هاخد واحطه في البرطمان. ويلا بينا نعبي برطماناتنا. شفتوا ايديا بقت عامله ازاي؟ كويس ان انا لابسه جلافز الحمد لله. اهو ممكن نحطه في علب زي دي او برطمانات زي دي. ودي الفلفل القرون اهو، او ممكن نعبيه في كيس تلاجة، اي حاجه عندكم. هحط على وشها زيت بس كده، حاجه بسيطه. وماده الحفظ الملح، الكيلو بياخد معلقتين ملح تقريبا كده تمام. وبتفضل عندنا والله من السنه للسنه. الحقوا جيبوها، الكيلو ب 15 جنيه في السوق. هاتوا واملوا البيت وعمروا البيت، وبالهنا والشفا.